السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي وحبايبي اللي بستناهم من اسبوع للاسبوع، لسه معاك دكتورة زينب عاطف بنحل مع بعض التقييمات لمادة الفلسفة والمنطق. بس قبل ما نحل التقييمات تعالى افكرك يا بطل ان انت عندك امتحان يوم 25 او 26 اللي جاي ده على طول، فاحنا عشان كده حضرنا لك مراجعة قوية جدا لشهر اكتوبر بنحل فيها بنشرح فيها بنلم كل الاجزاء اللي متوقع ان شاء الله باذن الله ان هي تيجي في الامتحان واللي مش متوقعة. يعني احنا لمينا كل الدنيا اللي انت ممكن تحتاجها في الامتحان معاك ان شاء الله. طب المراجعه دي فين يا دكتور؟ عشان كتير جدا منكم بيسالونا. المراجعه دي هتلاقيها موجوده دلوقتي على القناه، لو انت مش عارف توصل لها بعد ما تخلص التقييم على طول هينقلك ان شاء الله للمراجعه. شوفها وشيرها واعمل لايك واعمل شير لكل الفيديوهات اللي عندنا علشان تفيد وتستفيد ان شاء الله انت وكل زمايلك. تعالى احنا وصلنا للتقييم الخامس. التقييم الخامس في الفلسفه شغال على التفكير النقد والتفكير الابداعي، من احلى الدروس اللي ممكن تتخيلها. اول حاجه الاداءات الصفيه بيقول لك ايه؟ املأ جدول المقارنة التالي بأسلوبك، خطوات التفكير الناقد وخطوات للتفكير الإبداعي. عندنا 4 خطوات و4 خطوات. طب أملاها إزاي؟ تعالى كده شوف بمنتهى السهولة وإحنا بنشوف برضو إحنا بنفهم. 1 جمع المعلومات عن المشكلة، يبقى 1 الجمع. 2 تحليل المعلومات منطقيا، يبقى 1 في التفكير الناقد جمع المعلومات، 2 بحلل المعلومات منطقيا، 3 إصدار الأحكام والقرارات، إن أنا بصدر حكم أو قرار معين، 4 مراجعة وتقييم النتائج، يبقى جمع تحليل إصدار تقييم أو مراجعة، جمع تحليل إصدار تقييم. طيب أمال في العمل الإبداعي؟ قال لي لا، العمل الإبداعي مختلف. طب إيه هي؟ 1 الإعداد. يعني إيه الإعداد؟ إن العمل الابداعي بجمع معلومات وبيانات اللي هي الاعداد. 2 الاحتضان اللي هي مرحله الاختمار. يعني ايه؟ يعني بفضل المعلومات موجوده في ذهني لفتره معينه. 3 الاشراق اللي هي ولاده الفكره، خروج الفكره الابداعيه. 4 التحقق، انا الفكره دي انا وصلت لها، انا هتحقق منها، يعني اشوف الفكره دي صح ولا غلط، هقيمها. يبقى عندنا 4 خطوات للعمل التفكير الابداعي و4 للتفكير الناقد. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لحضرتك اكتب بإيجاز مجالات المقارنة بين كل من التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. هو هنا بقى عايز إيه كله؟ طب بإيجاز أنا هكتب له إيه؟ التفكير الناقد قدرة الفرد على تحليل المعلومات، 1 يساعد على الحكم الحيادي، 2 ليه 4 خطوات اللي احنا لسه قايلينهم، مهارات التفكير الناقد، التفسير، الاستنتاج، التقويم. التفسير يعني ايجاد اسباب، الاستنتاج بنتقل من معلومات لمعلومات تانية، التقويم اللي انا بصدر حكم واحدد نقاط القوه والضعف. طيب امال هنا التفكير الابداعي؟ قال لي لا، بص يا حبيبي، التفكير الابداعي معناه ايه؟ الكلام اللي انا هكتبه له. 1 التفكير الابداعي الكشف عن حلول مبتكره، حاجه جديده، حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، الاساس للتقدم والتطور، الموبايل، الانترنت، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، ما دوت عمل ابداعي. ليه 4 خطوات اللي احنا قلناهم، الاعداد، الاحتضان، الاشراق، التحقق. طيب 4 ايه هي مهاراته؟ الطلاقه والمرونه والاصاله. الطلاقه انتاج عدد كبير من الافكار، المرونه افكار وبدايل متنوعه، الاصاله افكار فريده من نوعها. برضو واحنا بنحل بنفهم. خلي بالك ان في بعض الطلبه حبايبي معتمدين علينا وفي الشرح للتقييمات، فاحنا برضو لازم نديهم حقهم. الاداءات الصفيه منطق بيقول لحضرتك ايه؟ من خلال الرسم بالامثله فرق ما بين الفصل والخاصه والعرض العام. طب الفصل والخاصه والعرض العام افرق ما بينهم ازاي يا دكتور؟ ادي الفصل والعرض العام والخاصه. طيب ايه هي؟ قال لك اول حاجه الفصل صفه اساسيه، الفصل زي العقل اهو، صفة أساسية ومميزة وجوهرية للإنسان. تاني، صفة أساسية وجوهرية ومميزة للإنسان. الفصل صفة أساسية موجودة في النوع كله وبتميز النوع، زي إن أنا أقول العقل. العقل صفة مش موجودة إلا في الإنسان بس، وفي كل بني الإنسان، ده الفصل. طيب الخاصة هنا دي مكتوبة، دي الخاصة. طيب الخاصة زي كلمة كاتب أو صفة كاتب. الخاصة صفة غير أساسية. يعني إيه غير أساسية؟ يعني مش موجودة في كل النوع لكن هي مميزة للنوع. زي ما أقول كاتب، هل في نوع بيكتب غير الإنسان؟ لا،
يبقى هي موجوده في الانسان بس، لكن مش موجوده فيه كله، مش اساسيه فيه كله. يبقى الخاصه زي كاتب صفه غير اساسيه ولكنها مميزه، صفه غير اساسيه ولكنها مميزه. طب العدد العام، العدد العام بقى لا هي مميزه ولا هي اساسيه، زي اخضر اهي. العين صفه غير اساسيه وغير مميزه، موجوده في كل الكائنات الحيه. الاخضر في حيوانات لونها اخضر عينيها يعني، وممكن لونها كمان. الانسان لون عينه خضراء، والنبات فيه منه اللون الاخضر. يبقى هي ولا صفه مميزه ولا صفه اساسيه. تمام كده؟ طيب املأ الرسم التخطيطي موضحا من خلال الكليات الخمس. حلو قوي. الكليات الخمس عندنا 5 كليات: الجنس والنوع. الجنس والنوع دول اسماء، اما الصفات الفصل والخاصه والعدد العام. طب انا عايزه افهم الكلام دوت بالتفصيل، هتفهمه ان شاء الله، هتلاقيه في المراجعه اللي نازله لك باذن الله. الادوات المنزليه الواجب للفلسفه. تعالى كده لما نشوف جاي لهم ايه في الواجب. تعالى كده حبيبي، تعالى يا قلبي كده، تعالى يلا. بص احنا خدنا الحاجات دي. تعالى كده بيقول لحضرتك ايه؟ عمليه عقليه مرنه وابتكاريه. بص، مرنه وابتكار، تهدف لإنتاج أفكار جديدة غير مألوفة، لا يعتمد على المنطق التقليدي فحسب، بل يتعدى للخيال ورؤية الأشياء من زاوية غير تقليدية. وأنا مغمضة على طول، ده التفكير الإبداعي. يقول واحد اسمه أرثر: الفكرة الأصيلة تأتي فجأة كالوحي، وهي دائما هدية من السماء. اكشف عن أي خطوات التفكير الإبداعي. الفكرة الأصيلة تيجي فجأة بسرعة، زي جاليليو كده، وجدتها. دي أي مرحلة من مراحل التفكير الإبداعي؟ دي مرحلة الإشراق. يعني ايه يا دكتور مرحلة الإشراق؟ ولادة الفكرة مرة واحدة. أيوة، هي دي بالظبط الفكرة الإبداعية اللي أنا عمالة أفكر فيها، ولادة الفكرة أو خروج الفكرة من الذهن. طيب تعالى كده لما نشوف الواجب في المنطق جاي ايه. يوصف الانسان بانه يستطيع العزف على البيانو. طب انا هسال، العزف على البيانو دي صفه ايه؟ صفه موجوده في كل الكائنات الحيه؟ لا، موجوده في الانسان بس، يبقى هي مميزه للانسان. طب كل الناس بتعرف تعزف على البيانو، انا ما بعرفش اعزف، يبقى هي غير اساسيه. يبقى هي ايه يا دكتور؟ برافو عليك، تبقى هي خاصه. طب فين الخاصه هنا؟ اهي عرضيه. طب انا مش فاهم اللي انت بتقوليه، مش قادره افهمه من المستر. اديك طريقه تانية. ضروريه هي جوهريه هي اساسيه. الثلاثه معناهم الفصل، المختلفه عنهم ان هي عرضيه. يبقى كده تحل كده تحل حبيبي. دلل بمثال من عندك على ما يلي: الجنس والنوع. الجنس اعم واشمل من النوع. الجنس بيشمل عده كليات اللي هو النوع. طيب بص كده، الجنس هكتب له يا دكتور: الجنس شكل هندسي، تطلق على النوع اللي هو المثلث والمربع والدائره. فانا هكتب له كده: الجنس شكل هندسي يطلق على المثلث والمربع والدائره. طب النوع مثلث، مثلث ده بيطلق على عده مثلثات زي قائم الزاويه، حد الزاويه مثلا. طب انا مش عاجبني المثال ده، خد مثال تاني. الجنس زي كلمه مبنى، بيطلق على عده مباني: منزل، مستشفى، جامع، كنيسه. طب النوع مستشفى، يطلق على عدة مستشفيات: مستشفى الرمد، مستشفى الريش، مستشفى القلب، ومستشفى الأطفال. يبقى الجنس يطلق على عدة أنواع، أما النوع يطلق على عدة عناصر أو مكونات. طيب تعالى كده اما نبدأ ونقول بسم الله التقييم الأسبوعي للمجموعة الأولى. بيقول لحضرتك: يقول جاك: من الضروري أن يكون لديك فترة من التفكير الواعي تسبق الإلهام، وتليها فترة أخرى من العمل الواعي تهدف، بص بيقول لك إيه، للتأكد من صحة الإلهام وتطبيقه. أتأكد يعني أتحقق، يبقى الإجابة الصح التحقق. يقول توما الإكويني: العقل البشري لا يكتسب اليقين إلا عندما يصل إلى معرفة السبب. طب انت عايز ايه؟ احد مهارات التفكير الناقد. عندي 3 مهارة، ما دام قال لي السبب يبقى انا وانا مغمضه على طول اقول له المهاره دي مهاره التفسير. التفسير معناها ايجاد اسباب حقيقيه ورا الظاهره، ظاهره معينه عايزه اعرف اسبابها، يبقى انا بمتلك مهاره اسمها مهاره التفسير. تعالى كده يا حبيبي نشوف السؤال ده بيقول لك ايه. جامعه يعبر اللفظ السابق عن فصل، نوع، خاص، عدد، عام. انا هسال نفسي كلمه جامعه دي هل هي صفه؟ لا، هي اسم. بدل مصطفى يبقى هي مستحيل تبقى خاصه. تعالى كده، مش هتنفع تبقى خاصه، ولا هتنفع تبقى فصل، ولا هتنفع تبقى عدد عام، تبقى هي نوع. ليه يا دكتور؟ لان هي مش بالصفه، والفصل والخاصه والعدد العام شغال على صفات، يبقى هي نوع بمنتهى السهوله.
الانسان حيوان مثقف مفكر ابيض اللون. قال لك هات 5 كليات. طب اكتبهم له ازاي؟ خد السكرين شوت بتاعك، كلام سهل وبسيط. الانسان نوع، الحيوان جنس، مثقف دي خاصة بالإنسان بتميزه لكن هي غير أساسية فعشان كده بنقول عليها خاصة. مفكر دي أساسية ومميزة للإنسان عشان كده بنقول عليها فصل. أبيض اللون شائعة وموجودة في جميع الكائنات الحية عشان كده بنقول عليها عرض عام. وبكده يبقى احنا خلصنا التقييم للمجموعة الأولى. تعالى كده تقييم المجموعة الثانية بيقول لهم إيه؟ عملية عقلية منضبطة تتضمن تحليل وتقييم المعلومات أو الحجج بناء على أدلة وبيانات موضوعية بدلا من الانقياد للعواطف والتحيزات الشخصية. ما دام بيقول لك تحليل تقييم معلومات يبقى أنا شغال على التفكير الناقد وأنا مغمضة. كانت الهواتف تحتوي على أزرار ولوحات مفاتيح، ثم جاء واحد اسمه ستيف جوبز بفكرة جديدة وهي إنشاء جهاز بشاشة تعمل باللمس اللي هو التاتش يجمع بين الهاتف ومشغل الموسيقى. استخلص من العرض السابق إحدى مهارات التفكير الإبداعي. طب أنت عندك يا دكتور كم مهارة من مهارات التفكير الإبداعي؟ إحنا عندنا 3 مهارات: الطلاقة والأصالة والمرونة. الطلاقة إنتاج عدد كبير من الأفكار، المرونة بدي أفكار متنوعة، الأصالة بدي فكرة ما كانش حد عرف يوصل لها، فكرة أصيلة من نوعها هي دي. يبقى الأصالة تعني إنتاج أفكار وصور جديدة متميزة وغير مألوفة. تعالى كده لما نشوف المنطق جاي لهم إيه؟ المسجد بناء معد لصلاة المسلمين يصف ما تحته خط إحدى الكليات الخمس. بناء، أسأل نفسي بناء ده صفة ولا اسم؟ ده اسم. بدل اسم يبقى إما جنس أو نوع. إيه اللي موجود عندي هنا؟ الجنس. كلام سهل وبسيط. يبقى اسماء جنس ونوع، صفات فصل وخاصه وعدد عام. دي اسهل طريقه ممكن تحلي بيها الجزئيه دي. اعطي مثال من عندك على كل من الفصل والعدد العام. طب ده كلام سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. تعالى كده لما نشوف. تعالى حبيب قلبي. متكلم فصل، زرقاء العين عدد عام. او ممكن تجيب انت امثله احلى مني، تقول له فصل ناطق، تقول له فصل مفكر عاقل، ده كلها فصل. عرض عام زرقاء العين، عرض عام لديه شعر، عرض عام ياكل ويشرب، دي كلها عرض عام. طب تقييم للمجموعه الثالثه. تقديم تغذيه راجعه مستمره لمعالجه القصور وتعزيز القدرات ودعمها. دليل على احد مهارات التفكير الناقد. طب انا عندي كم مهاره تفكير ناقد؟ قلنا 3: تفسير واستنتاج وتقويم. هو بيقول لك لمعالجه القصور وتعزيز القدرات ودعمها، يبقى انا بعمل هنا تقويم. طيب السؤال اللي بعديه، افضل طريقه للحصول على فكره جيده هي الحصول على كثير من الافكار، افكار كتير قوي، يبقى انا شغال على الطلاقه. استخلص من المثال السابق احدى مهارات التفكير الابداعي اهي مهاره الطلاقه. طب انا عايزه ازود، هكتب له ايه يا دكتور؟ اكتب ان الطلاقه اهي، هزود بقى عشان انا طالب مجتهد وشاطر، تعني انتاج اكبر عدد ممكن من الافكار والصور والاستجابات خلال فتره زمنيه معينه. يعني انا اقول لك مثلا هات لي 100 كلمه في ربع ساعه، لو انت جبت 100 كلمه في ربع ساعه دول واكتر يبقى انت عندك مهاره الطلاقه. تعالى كده نشوف المنطق جاي لهم ايه. الانسان كائن حي مدخن. اسال نفسي مدخن دي حد بيدخن غير الانسان؟ لا، تبقى مميزه. كل الناس بيدخنوا؟ لا، تبقى غير اساسيه على طول خاصه. ميز بمثال من كل من الخاصه والنوع. سهل وبسيط قوي، ده ممكن اكتب له اللي فوق اصلا. تعالى كده اهو. الانسان قارئ للكتب خاصه، ممكن اكتب له قارئ بس خاصه. طب النوع انسان بس كده. وبكده يبقى احنا انتهينا من التقييم الخامس للفلسفه والمنطق. تاني اوعى تنسى تعمل لي لايك، تعمل شير، اكتب لي كومنتاتك الحلوه اللي انا بستناها. لو انت عايز تراجع معايا شهر اكتوبر عشان الامتحان خلاص الاسبوع الجاي، ارجع للقناه شوف المراجعه وشيرها وابعتها لكل زمايلك. انا ببقى مبسوطه جدا من الكومنتات وكل الريفيوهات اللي انتوا بتكتبوها عن التقييم. اشوفكم ان شاء الله في التقييم الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.